معظم الناس فاكرين ان تطوير الذات حاجة معقدة وصعبة، بس انا هوريك هو قد ايه سهل. 3 تغيرات بسيطة ممكن تحول حياتك بدون خطط معقدة ولا روتينات صعبة. قاعدة ال5 دقايق، كل ما تحس انك مكسل ومش عارف تبدأ قول لنفسك هعملها 5 دقايق بس. بمجرد ما تبدأ مخك هيخليك تكمل الحاجة تلقائيا. اصعب حاجة هو حاجز البداية. جرب القاعدة دي في التمرين او المذاكرة او حتى التاسك اللي انت مأجله، وعمرك ما هتزنق نفسك في ديدلاين تاني. قاعدة الصفحة الواحدة، اقرأ صفحة واحدة بس من كتاب كل يوم. حاجة بسيطة بس مع الوقت الصفحات هتبقى فصول والفصول هتبقى كتب والكتب هتغير طريقة تفكيرك، وكمان مع الوقت هتلاقي نفسك بتقرأ أكتر وبتتعلم أكتر. قاعدة تأمل الذات، قبل ما تنام اسأل نفسك إيه أحسن حاجة عملتها النهاردة وإيه الحاجة اللي ممكن أحسنها بكرة. التحسين البسيط اليومي بيساوي تطور ضخم على المدى الطويل. انت لو كل يوم اتحسنت بنسبة 1%، بعد 100 يوم اللي هم 3 شهور وشوية هتكون إنسان مختلف تماما. بس كده، 5 دقايق فعل، صفحة تعلم ولحظة تأمل. جربهم لمدة 30 يوم وهتشوف الفرق بنفسك. يلا نتطور سوا.